لو انت بصباص اضمن لك انك هتعيش محتاس، لانك هتفضل دايما في الصراع بين المغريات اللي بتشوفها في اي فاتنة من الفاتنات اللي بتعري حتت من الاجسام، وبين الطهرة اللي قاعدة عندك في البيت. صراع نفسي هتحط نفسك فيه ليه؟ فتلاقي نفسك دايما بتبص على كل واحدة وتطلع فيها حاجة مش موجودة في اللي قبلها، فبالتالي ما بتحسش بقيمة الجمال اللي عندك في البيت، الجمال الحلال اللي انت لو فعلا استمتعت بيه وبصيت له هتاخد عليه حسنات. لا يا عيني، بتروح كمان في الاتجاه اللي شايلك كل شوية سيئات، وتفضل تمشي وتلف وتدور وبين دي وبين دي، ولا اصل دي شعرها اصفر، اصل دي عندها نمش، وتفضل داخل في دايرة الحوسة مش عارف توصل للجمال اللي يكفي دماغك اللي هي اساسا محتاسة، لان هي دماغ بصباصة. احمي عينك، كتر ما العين بتقعد تبص شمال ويمين على ما حرم الله من نساء، بالتالي ما بتحسش بلذة وطعامة الحلال. حتى لو وصلت لجميلة الجميلات هتفضل دايما محتاس، ما هو خلاص عينيك فقدت الإحساس. كله عندك عند العرب صابون وحبتين هتقول ايه اللي انا عملته، لا ده في واحدة احسن منها، لا ده في واحدة اشيك منها، ده في واحدة اعقل وبتفهمنا اكتر منها. فهتفضل يا عيني شاب غريب، لا هو عارف يخطب ولا يتجوز، ويوم ما يخطب ولا يتجوز مش هيلاقي عنده اي حاجة يديها اللي معاه، لانه خلاص بقى اجوف. الموضوع عنده بيبحر في بحر السيئات. هتفضل يا عيني عمال تجري زي اللي راسم جزرة بيقول انا هبحث عن ستات وعمره ما هيوصل. بقى مدمن، زيها زي المخدرات، زيها زي الافلام الاباحية، زيها زي اي حاجة بيهيأ لنا بيها الشيطان ان دي مش نهاية المطاف ولا الخلاص، ويفضل يجرك معاه في حبل السيئات. تبقى خسرت في الدنيا وفي الاخرة يا غلبان. ارجع اقول لك حافظ على عينك وقلبك ومشاعرك للست اللي ربنا اداها لك، وشوف ايه اللي فيها من جمال عشان تعرف تستمتع بيه. يا سيدي الفاضل، البصبصة اللي انت بتبصبصها يمين وشمال مش دايما، لان هي في النهاية واحدة ممكن تعجز وخلاص وانتهى الموضوع، تلاقي نفسك بتبص لها ايه الكركوبة اللي انا كنت ببص لها. انت نفسك عينيك اللي كانت بتشوف حبتين نظرك هيضعف، مش هتعرف حتى تبصبص يا غلبان. والله نصيحة خالصة لوجه الله لاخواتنا كلهم اللي لسه خاطبين او متجوزين، ما احنا ياما الدقن البيضة دي شافت في السنين عبر وحكايات وقصص. ياما ناس دخلوا البيوت علشان يكملوا حياتهم مظبوطين، وبسبب ان عينيه اللي زايغة شمال ويمين ضيع منه الست اللي كان عندها اصل واساس، وقعد يضيع سنين عمره ويتنقل من دي لدي ويتجوز جوازات، ولغاية دلوقتي محتاس مش لاقي واحدة تعوضه نفس الإحساس. ربنا يصلح حالي وحالكم ونبقى من الناس اللي عندهم إخلاص وعارفة إزاي تعيش على أساس عملهن رب الناس. اوعى تكون بصباص. السلام عليكم، تتمسوا بالعافية.